تعال اقول لك في دقيقه شغل اتعمل في يومين. العربيه دي جت لنا عايزه الاكسدامات ترش، جبناها على الارض، شلنا الدهان، نعمل معجون، شلنا بواقي المعجون، خدناها فيلر، رشينا، ما شاء الله رش طلع تمام. نبتدي بقى مرحله التلميع. طبعا غسلنا العربيه كويس، بعد الغسيل ابتدينا نلمع 8 ساعات تلميع. غسلنا العربيه تاني علشان لو في اي ديفوهات تاني قبل تطبيق الجرافين. هنا بقى نبتدي نطبق الجرافين. ليه اصلا طافين النور وليه قايدين كشاف ازرق وليه الجرافين ظاهر باللون الازرق؟ كشاف اشعه فوق بنفسجيه يكشف الجرافين ده جرافين ولا ميه. طبعا ارتداد الجرافين اللون الازرق مخلي باين قوي الجرافين اصلي مظبوط، عاكس الاشعه اللي فوق البنفسجيه لان هي الاشعه محمله بالحراره. الاشعه دي لما بيحصل لها ارتداد السطح ما بتاثرش كتير بالحراره. المسح مش اي حاجه وخلاص، لازم تشوف الوان الطيب زي ما انت شايف كده. نبتدي نمسح. خلاص خلصنا؟ لسه علينا بعد اسبوع. طول الاسبوع ده ما حدش بيغسل او بيمسح، بتجيلنا بنغسل احنا العربيه. مبروك، انت كده معاك ضمان 10 سنين، الدهان مظبوط ما فيهوش مشاكل، مش هيتاثر من الشمس او الاتربه او الكيماويات. طبعا ممنوع تغسل بريل وصابون، ممنوع تمسح بفوطه زفره لان الحاجات دي بتبوظ افلام الحمايه، بتخليها تصفر وتشقق، بتبوظ الجرافين، بتشوهه. اهم مميزات الجرافين في الحاله دي ان لو حصل المسح والكلام ده كله، بدل ما اقعد 10 ساعات بلمع وجهز في العربيه، لا هي مش تاخد مني نص ساعه، اصلا العربيه كلها تتظبط على طول. دي بيبقى كل تشوه ده في طبقه الجرافين مش في طبقه الورنيش.